تحديث برنامج هونيستا وحل مشكلة الإيموجي والخطوط إذا ما جاي تصير عندك أو ما تعرف تسويهن. تمام. بهذا الفيديو من اليوم 2023 شهر الثالث لحد سنة 2050 إذا الله طالنا عمر، راح تلقى الرابط هنا محدث باستمرار. يعني هذا التحديث ادخل هذا الفيديو دائما تلقى التحديث موجود بالرابط. اوكي. وفي ناس تواجه مشاكل بالايموجي ما يصير عندها، هم راح نشرح شلون نحل هاي المشاكل. فدول قلبكم يلا خلينا هسه نشوف مباشرة شلون نحمل البرنامج وشلون نحمل التحديث. كل اللي عليك وانت جاي تشاهد الفيديو، خلينا نشوف، لنفترض انه هذا الفيديو اللي جاي تشاهده انت، كل اللي عليك تضغط على عنوان الفيديو. تمام. راح يطلع لك هذه، بعدين تنزل على هذه تضغط هنا، وبعدها يعطيك رابط تحميل البرنامج. تفتح البرنامج وتحمله من الرابط بكل سهولة. او اذا تريد تحمله من قناتي على التليجرام، الرابط مالتها راح اخلي لكم اياها بالتعليقات، باول تعليقه موجوده هي من جوا الفيديو اذا تريد تشوفونها. هذه قناتي على التليجرام، او بالتعليقات وانت تشاهد الفيديو ادخل على التعليقات، فراح تلقى اول شيء هي قناتي على التليجرام، هم راح تدوس عليه راح يوديك مباشره لتحميل الملف مال هونيستا الجديد باستمرار، حتى لو جاي هسه وانت جاي تشاهد وياي الفيديو، حتى لو كنت بسنه 2030. تمام. بعد ما حدث، طبعا هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني في دول قلبكم. بعد ما تحدث الهونيستا تثبته مباشره او تستمتع بمميزات الاضافات اللي جديده. انا ما اقدر اشرح الاضافات الجديده، فراح اشرح مباشره الناس اللي تواجه المشكله بالخط والايموجي. مثلا اكو ناس تدخل على، لما تدخل على الضبط مال الهونيستا وبعدها تدخل على الخيار الثالث اللي هو مال الثيمات، وبعدها تضغط على كلمه الايموجي وتحمل الاي او اس. هنا ما راح يمشي الخط، ما راح يمشي، راح يبقى واقف هذا، او ما يثبت. يعني هذا الخط اللي تشوفونه يمشي قدامكم ما يمشي. فشلون نحل هذه المشاكل؟ او ناس تواجه بالخطوط مشاكل، شلون تحلون هاي المشاكل كلها؟ كل اللي عليكم اذا انتم مثبتين هونيستا قديم او جديد وما سرعتكم، تجي تحذف التطبيق، تجي تحذف التطبيق. تمام. لا تطلع من الفيديو، ماكو ناس ممكن تحذفه وما تعرف انه شو تسوي. بعد ما حذفت التطبيق، تمام، خلينا نحذف. تمام. بعد ما حذفت التطبيق تروح تدخل على مدير الملفات او ملفاتي حسب جهازك، حسب جهازك. ادخل على حافظة مدير الملفات او ملفات تلقاها بالتطبيقات. اوكي. تدخل عليها وتنزل جوا، هنا تلقى وحدة تخزين الجهاز او حسب نوع الجهاز. ممكن تلقى اسم جهازك مثلا هواوي، او مثلا تلقى هذا الأجهزة الفونكس يسموها جديدة، او مثلا تلقى مكتوب ملفاتي. تدخل على الحافظة اللي مكتوبت لك، يعني حسب نوع الجهاز. حتى لو كان انفينكس او مدري شنو اسمه تلقى مكتوب اسمه هنا. اوكي. تدخل وبعدها تدخل على كلمة البحث هنا وتكتب كلمة هونيستا. ضروري هاي قبل لا تثبته، بعد ما حذفته تكتب هونيستا وتنطي كلمة بحث، راح تطلع لك هذه الحافظة اللي اسمها هونيستا هذه. تمام. قبل لا تحذفها، هي لازم تحذفها، قبل لا تحذفها لازم تفتحها وتشوف اذا بداخلها الصور او شيء، انقلها واخذها وبعدين ارجع احذفها. الحافظة اللي اسمها هونيستا هذه ضروري تحذفها. فبعد ما حذفتها تروح ترجع تثبت التطبيق من قناتي على التليجرام او من الرابط مثل ما قلت لكم، فراح تنحل كل المشاكل اللي موجودة بالتطبيق. ف تقدر انك تثبت الايموجيات والخطوط براحتك. انا ما اقدر اثبت لان خاف اطول الفيديو، ما اطوله. فاذا واجهتوا مشاكل راسلوني على حسابي بالانستغرام اللي هو BK17. تحياتي لكم، مع السلامة.